تكذب ليه؟ بتكذب بجد، بتكذب ليه؟ طبعا الصفه اللي في ناس كتير بقت بتعملها كادو كده، والله انا اعرف في ناس بتعملها كادو، بيكذبوا للكذب، يعني ما بيخافوش حتى على شكلهم. لو احنا في علاقات قريبه زي صاحبتي الانتيم، ولا العلاقات اللي هي المفروض احس فيها بالامان، مرتبطه براجل، متجوزه، تكذب ليه؟ بتكذب بجد، بتكذب ليه؟ كنت بتكلم مين؟ لا ما كنتش بكلم حد يا ابني، ما انا كنت باين عندي ان انت ويت في ابلكيشن، بس انا كنت نايم. طب ما انت اونلاين في، مش هنقول الانستجرام والتيك توك، صدفه ان انا دخلت من اي ابلكيشن تاني اللي بيبان، مش هيبان اونلاين غير وانت اونلاين. ليه الكذب؟ ليه؟ شايفين المواقف دي؟ انا اثق فيك ازاي؟ ما تقول انا كنت بعمل كذا، انت جبان ليه يالا؟ يعني ما تسترجل كده، في ايه؟ ده بيبقى جوه الست، انت جبان ليه؟ الا لو ست مش سويه عاوزه تخليه جبان، انت جبان ليه؟ طب انت بتكذب عليا في ايه تاني؟ وهنا بقى يقولوا الست بقت بتشك ليه؟ بتشك ليه؟ ما انت اللي عمال تكذب عمال على بطال، بتكذب كادو. انت رحت المكان الفلاني، لا، وتصادف بقى، عارفين ان ربنا لما بيحب يكشف حد، هو اصلا كان في المكان، او انت كنت فين؟ ده انا لسه جاي، مثلا لسه جاي لك، او لسه رحت هناك، مع ان حد شافه في مكان تاني مع ناس تانية. ولو اتكلمتي، لا تبقى انت اللي نكديه، او ان انت مش عارفه ايه، او انت مش مصدقاه ويقلب الترابيزه. ليه بتكذب ليه؟ بتكذب ليه؟ سمعه على فكره في البيزنس حتى، السمعه في الشغل اهم من اي حاجه، يعني هي اللي بتعمل لك فلوس. يعني لو انت سمعتك ان انت نصاب، مين اللي هيشتغل معاك؟ لو انت سمعتك ان انت كذاب، مين هيقدر تثق بكلمته في السوق؟ العلاقات بقى، يعني انا هثق فيك ازاي وانا عارفه انك كذاب؟ بجد، خصوصا مع راجل، يعني هحترمك ازاي؟ طب انا هشوفك ازاي؟ كل ده انت ما بصيتش عليه، بصيت على اللحظه اللي هتطلع منها. لا، هو الراجل يموت واقف على رجله وهو صادق، ولا يموت كذاب، ولا ايا كان اللي هتكسبه، هتكسب ايه من الكذب؟ لو كسبت حاجات صغيره، هي دي اللي هتحولها انها شكاكه، هي دي اللي هتحولها ان هي علاقه طول الوقت عاوزه ادله على كلامك، طول الوقت حاسه ان فيك حاجه غلط، هتبتدي ما تحترمكش. حتى لو هي دلوقتي في مرحله تعلق، هتطلع منها وهي الحمد لله انا خلصت من ده. نفس القصه بقى للستات. طب انت بتكدبي عليا طول الوقت، انا هحكي لك ليه وبتكدبي ليه وايه اللي وراكي، وهبتدي اخزن، وهبتدي حاسه انك بتنافسني، وهي ممكن تكوني بتنافسني فعلا، وهبتدي احس ان في مؤامرات بتحصل من ورايا، فبرضو العلاقه هتروح للزاويه دي. في ناس ابو لمعه اللي هو 24 ساعه بيكذبوا، اوكي، بس كراجل بيفقد احترامه. يعني الموضوع ده كست، اوكي، قبلها على كده اعرف صاحبك على عيبه تمام، بس مش هتقدري تثقي فيها قوي، مش هتقدري تكوني الصاحب اللي بتسندي عليه قوي، فخلي بالك.